سيدي المغرب يعتمدوا على الحشيش والكيف والقنب الهندي في الاقتصاد ديالو هو ضرب راسك مع هذا الحيط وعاود ضرب راسك مع الحيط الاخر. هو يعتمد طبعا على الحشيش والقنب في يعني لتحصيل الاموال اللي لا يستخدمها اليوم لشراء. لماذا لم تعترضوا على الزيارات الاسرائيليه على سبيل المثال لدوله الامارات العربيه المتحده او حتى لمملكه البحرين بان تقوم على سبيل المثال هاتين الدولتين بمناورات عسكريه مشتركه مع اسرائيل؟ لماذا المغرب؟ خذنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده مع محمد السباعي. الحلقه اللي غادي نتكلموا فيها اليوم حول شكايه اسبانيا وتذمرها من الجزائر وكيفاش المغرب ضحك عليهم وتفلى عليهم بجوج. ولكن قبل ما ندخلوا لهذا الموضوع خليوني شويه نقشبوا على الكراغله او الكرغوليين اللي باركين كيهجموا على سيدهم المغرب في وسائل الإعلام والتلفزيون سواء الجزائري وكذلك العربي. واحد المذيعة في واحد القناة عربية استضافت واحد الجزائري ويطرح عليه السؤال الذي يخافه الجزائريون، والسؤال اللي خاصه يضرب في الدين ديال الشعب الجزائري ويفيقوا، لأن الشعب الجزائري كلخوه وبركوا عليه بالاستغباء الاستغباء. نتبعوا الفيديو اولا وكيفاش صدمت هذا المذيع هذا الجزائري اللي هو المستشار يعني ديال دولة الجزائر في الأمم المتحدة. نشوفوا الفيديو جميع. عبر الهاتف من اليونان ينضم إلينا بالحسن يعقوب، مستشار مفوض لبعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة. أهلا بك أستاذ يعقوب. لماذا لم تعترضوا على الزيارات الإسرائيلية على سبيل المثال لدولة الإمارات العربية المتحدة أو حتى لمملكة البحرين بأن تقوم على سبيل المثال هاتين الدولتين بمناورات عسكرية مشتركة مع إسرائيل؟ لماذا المغرب؟ هذه الدول التي طبعت نحن نعترض، وأنا أقولها الآن باسم الجزائر وباسم الرئيس، نحن نعترض تماما ونرفض هذا التطبيع لأنه خيانة عظمى. تصريحك هذا يهدد بعدم حضور هذه الدول للقمة العربية في الجزائر التي تسعى الجزائر جاهدة لإنجاحها. أنت تتهم هذه الدول بالخيانة العظمى. أنا لا أتكلم عن البحرين وعن الدول العربية في الشرق الأوسط، أنا أتكلم عن المغرب. كما شفتوا في الفيديو فهذا المستشار هاجم المغرب وتكلم على التطبيع ديالو مع إسرائيل، وبمجرد ما ذكرت ليه الخليج وقالت ليه انتبه، هذا التصريح ديالك ممكن يخلي هاد الدول أنهم يرفضوا يجيو الجزائر القمة العربية. هو يبلع لسانه هو يسكت وبدا كيتمتم وعاد الى المغرب. انت كجزائري مزيان سيدي، مزيان تكون عندك موقف من التطبيع، ومزيان الدوله تكون عندك موقف تكون عندها حتى هي موقف من التطبيع ياك. ولكن السؤال المطروح علاش ضد التطبيع المغربي الاسرائيلي وقبلتي التطبيع الاماراتي او الخليجي الاسرائيلي؟ هذا هو السؤال. اذا راه باش تعرفوا بان ما يسمى بالقضيه الفلسطينيه هي غير واحد التخربيقه باقيين كتخربقوا علينا بها، بانه راه ما كاين منها والو. تبحثون عن مبررات في صراعكم مع المغرب. شفتوا المغرب هرب عليكم وبديتوا كتقلبوا على شي لعيبه باش ديروا معها الصراع. فلسطين ساكتين، فلسطين المعنيين الاولين بهذا الامر سكتوا، وانتوما بلا هاو جالسين تهوهوا علينا كالكلاب. نمشيو لواحد تصريح اخر، لقاء تلفزيوني في قناه النهار، ونشوفوا كيفاش واحد الجزائري بدا كيهاجم في المغرب. نسمعوا مزيان. قود افريقيا نحو الاحسن، لانه مع احترامنا لكل الدول الافريقيه بعض الدول اصبحت تشوش اكثر منها. دوله مثل المغرب مثلا اصبحت دوله ارهابيه يعني تخلق في المشاكل مع اقرب جار لها. ادخال الدخيل الى البيت شفنا انه ارهاصاته وتداعياته هي ايضا خلق الفوضى وحاله من التوتر والاحتقان بين الدول الافريقيه. ما تعليقك على هذه النقطه؟ لا، هو الاكيد انه المغرب عاد في 2016 الاتحاد الافريقي، وحتى نصحح حتى المفاهيم. هو لم يعد، هو انضم الى الاتحاد الافريقي لانه هو خرج من الوحده الافريقيه عام 1984 ومن بعد راحت الوحده الافريقيه وتاسس الاتحاد الافريقي اللي كانت فيه الجزائر مؤسسه وكانت جمهوريه الصحراء الغربيه مؤسسه، والمغرب انضم حتى 2016 الى الاتحاد الافريقي وقبل الجلوس مع الصحراويين والبوليساريو كممثل اخر. وهي خطه خبيثه من طرف المغرب، لانه تمكن من تحرك وشراء دمم مع الاسف الكثير من الافارقه، وعلى الاقل مواقفهم او يعني اضعف الايمان يشري سكوتهم. يعني في المواقف مثل هذه على الاقل يشري
السكوت، وقال ما تطرحوش اليوم ملف الصحراء الغربيه لانه اصبح يزعج المغرب، لان قضيه تقرير مصير، قضيه تصفيه اخر المستعمرات في القاره الافريقيه ككل. لذلك المغرب دائما محرج من هذه النقطه، يحاول شراء الدمام، يفتح لك بنوك ويبني مساجد في افريقيا ويفتح مدارس ويبيع بالخساره السلع، ويعتمد طبعا على الحشيش والقنب يعني لتحصيل الاموال اللي راه يستخدمها اليوم لشراء الدمام. لكن هناك ميزان قوى راه يميل اليوم نحو الجزائر لانها تمكنت من لعب دور الوسيط. شفنا هناك دعم تقريبا منذ اشهر. تكلم على 3 ديال الحوجات تقريبا في هذا الكلام ديالو. تكلم على ان المغرب يعتمد في اقتصاده على المخدرات والقنب الهندي. انا لست هنا لابرر لك ما لا يبرر. واش انت متيق بان المغرب يعتمد على الحشيش والقنب الهندي في الاقتصاد ديالو؟ مزيان اسيدي، نعتمد على الحشيش واضرب راسك مع الحيط. انا عارفك ما كتقلبش، عارف عن الكونيكسيون عندك ثقيله في هذيك البلاد، وهذا الشيء اللي كيخليكم بانك تمشي لجوجل ودير على ماذا يعتمد اقتصاد المغرب وتشوف هذا الشيء. ما كديروش لان ما عندكش الكونيكسيون، ما عندكش اليات البحث. الدوله ديالكم باقه في مستنقع التخلف على الاقل على مستوى التواصل، ولهذا ما قدرتيش تقلب وتبحث. ايوا سيدي نخليك في دار غفلون. اسيدي المغرب يعتمدوا على الحشيش والكيف والقنب الهندي في الاقتصاد ديالو. ايوا ضرب راسك مع هذا الحيط وعاود ضرب راسك مع الحيط الاخر. الجزائر قال لك قوه افريقيه وكلامها مسموع وكذا وتخربيقه وداك الشيء مزيان اسيدي. منين؟ واش في راسك الافارقه شادين فيكم وكيضحكوا عليكم؟ واش في راسك الافارقه باركين كيشدوا فيكم النميمه والضحك كيضحكوا فيكم؟ ديك الغميق ديال فلسطين وكذا اللي كتغمقوا على الشعب المغربي وعلى المغاربه به، حاولتوا ديروا في واحد اللقاء ديال البرلمان الافريقي وضحكوا عليكم الافارقه، وزادوا كيضحكوا عليك الافارقه هي الغبي. ايوا نشوفوا واحد الفيديو ديجا كنا حنا ونعاودوا نذكروا به كيفاش البرلمان الافريقي كيضحك على الكراغله اللي قال لك هما القوه الافريقيه وصوتهم مسموع. شوف الفيديو. أعيد سيد الرئيس، أكرر وأعيد، نحن نتكلم بالنسبة للبنود الطارئة المقترحة الثلاث. نحن وفد الجزائر، وفد البرلماني الجزائر، نؤيد ونساند هذا الاقتراح الخاص بالقضية الفلسطينية، ونشكر أصحاب الاقتراح. So if I hear that he's not in support of the COVID, he's supporting the Palestinians against the COVID issue. So it has never been our tradition. It has never been our tradition to vote on an item like this. But normally decisions are reached by consensus. Yeah. سيد الرئيس، Yeah. لابد أن أوضح. أولا ثلاث البنود الطارئة المقترحة كلها نثمنها، لكن بالنسبة لنا كوفد البرلمان الجزائري بتحط نفسك في مواقف بايخة. حاجة أخرى، ملي شافوا المغرب النفوذ ديالو كيمتد إلى إفريقيا ولات عنده واحد الكلمة مسموعة كذا، اتهموه بالرشوة وبانه كيبيع السلعه بالخساره. هنا فين غادي نشوفوا شكون اللي كيبيع السلعه ديالو بالخساره. السلعه ديالكم نتوما ديال الجزائر معروفه هي الغاز والنفط. نهار يتسالى لكم دوك جوج حسيان غادي تخرجوا تطلبوا وانتوما اصلا خارجين تطلبوا واخا عندكم هاد الامور كلها. الجزائر اختارت انها تقطع الخط المغاربي اللي مر من المغرب الى اسبانيا، وفي اعتقادها انها ستؤثر على الاقتصاد المغربي، والجزائريين في اعتقادهم اننا غادي نخرجوا نحطبوا، ولكن بالمقابل مشاو عند اسبانيا وقالوا لها اسبانيا ما تخاف والو، حنا ديك الكميه كلها اللي كانت غتوصلك غتبقى توصلك وغادي نجيبوها لك. كيفاش غتجيبها لهم؟ الجزائر كرات 139 باخره لنقل الغاز والنفط الى اسبانيا.
هاد الكراء منين؟ من جيوب المواطن الجزائري، لان الثمن باش كتبيع لاسبانيا هو الثمن كيبقى فيكس، سواء داز عبر الانبوب المغاربي سواء تم شحنه عبر الباخرات، والفرق ممن يؤديه من جيب المواطن الجزائري. اذا شكون اللي كيبيع بالخساره؟ هادشي كلشي الجزائر كتبيع بالخساره ضدا في المغرب وعلى حساب المواطن، جيب المواطن الجزائري. في بداية هذا الأسبوع حتى اليوم تسجل يعني داك الأنبوب الصغيور اللي دايز من الجزائر لإسبانيا ديريكت يسجل انخفاضا في صبيبه، وإسبانيا بدات كتشكى من الجزائر. تصوروا من بداية الأسبوع إلى يومنا هذا يسجل هذا يعني واحد الصبيب اللي كيمشي لإسبانيا أدنى مستوياته، وإسبانيا بدات كتحس بالخطر. المغرب شنو دار في هذه القضية؟ المغرب قطع الشك، قطع اليقين بالشك. المغرب ذاك الانبوب اللي اسبانيا باغا كتظن بانها غادي تدخل في مفاوضات مع الجزائر وتقرب الرؤى المغربيه الجزائريه من اجل اعاده فتح الانبوب، المغرب دار لهم ديك اللعبه ديال ما سوقيش وما لعبش وما معنيش. سرعان ما بعد شهر مشى دار اتفاقيه مع بريطانيا من اجل استغلال حقل ديال تندرارا، والخبر راك تعرفوه جميع. هذا الانبوب اللي كنتو كتسحبونا غادي نربوا فيه الفلانس، اذا شكينا انبوب اللي غادي تربى فيه الفلانس، واش ديال المغرب ولا ديال الجزائر؟ شتو الناس اللي كتخمم بالعقل، الناس اللي عندها دي زيكسبير ايكونوميك، الناس اللي كتخدم بليسبري ديال تغليب مصلحه المواطن على الترهات الفارغه وعلى العنصريات الكاذبه ديال الجزائر. الجزائر اليوم البلد النفطي المصدر للغاز، فئه كبيره ومتفرقه من الشعب الجزائري تعيش على الحطب وما لقاتش الحطب وكدير طوابير على الغاز. غادي نوريكم فيديو من قناه جزائريه ديال هاد الايام، يعني ديال لو موا 11 2021. نشوفوا طوابير، بلد طوابير اللي ما كايناش شي حاجه ما داروش عليها الصف، ما كايناش شي حاجه ما داروش عليها لاشين، حتى الغاز اللي كيصدروه دايرين عليه لاشين. قبل ما نخليكم مع الفيديو بغيت نقول لكم ما تنساوش ابوني، اشتراك، تفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وهاكم الفيديو.